الطاعون اكتر مرض بنخاف منه، وبنخاف جدا لما بنسمع انه موجود عند الاليف بتاعنا، لانه اكتر مرض بيسبب حالات وفيات في الكيتنز الصغيرين والجراوي. ايه الطاعون ده؟ الطاعون ده عباره عن فيروس بيصيب القطط والكلاب الصغيرين، اسمه في القطط البانديكوبينيا وفي الكلاب البارفو. طيب ايه الاعراض اللي لو شفتها في الاليف بتاعي اشك انه ممكن يكون عنده الفيروس ده؟ اول حاجه بتبدا معانا انه بيقطع اكل ويبقى مش عايز ياكل. بعد كده ممكن يدخل في ترجيع او اسهال، وفي اخر المراحل بيكون الاسهال ده مدمم شويه، وطبعا بتكون درجه حرارته عاليه. ولكن اعمل ايه علشان احمي اليفي من الفيروس الخطير ده؟ اول حاجه نديله التطعيم لو سنه مناسب للتطعيم. طيب ولو سنه اصغر من سن التطعيم نقدر نعمل ايه؟ اول حاجه نقلل حركته على قد ما نقدر، ما يخرجش كتير، ما نسافرش بيه ونغير مكانه اكتر من مره. كمان ما يختلطش بقطط او كلاب ممكن يكونوا مصابين او مش مصابين بالفيروس. كمان نبدا نديله روافع مناعه عشان مناعته تكون عاليه ويقدر يواجه الفيروس لو كان موجود. طيب لو لقينا ان الاليفنا بدا يظهر عليه اي عرض من اعراض الفيروس، لازم بسرعه نروح نكشف عليه، لان كل ما كشفنا الفيروس ده بدري كل ما كان امله في الشفاء اكبر. انا دكتور مينا واحنا عيادة بيتوي.